يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفتم صحة وراحة بال. النهارده جاي لكم بيوم جديد، وان شاء الله فيديو النهارده فيه افادة باذن الله بالنسبة لكم، تستفادوا منه كده وتطلعوا بمعلومات. ولو انت اول مرة تشوفي القناة، اتمنى ان انت تنوريني بالاشتراك، كمان تفعلي الجرس، تختاري الكل علشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله في القناة. بحب ارحب بكل اخواتي، كل اصحابي المكملين معايا في القناة. ربنا يا رب يخليكم ليا، وشكرا جدا جدا لكل كلمة حلوة انتوا بتقولوها. طيب بصوا بقى يا بنات، عشان انا طبعا انا عامله سرعه الفيديو السرعه الطبيعيه بتاعته، فما سرعتوش لان هو اصلا صغير، وانا حابه ان انا اقول لكم انا جبت ايه في مشترياتي، والميزانيه دي انا بمشيها ازاي معايا. اولا دي ميزانيه الاسبوع الثالث من شهر مايو اللي هو شهر 5. يعني هي طبعا كل اسبوع بيختلف عن اللي قبله، بس انا يعتبر ايه، ساعات بثبت مبلغ معين. الاسبوع ده انا مثبته فيه 500 جنيه مشتريات، يعني او ان انا امشي الاسبوع كله ب 500 جنيه. تمام. طيب بصوا، مبدئيا انا هوريكم الحاجات اللي هي تنفع معايا الفطار، وممكن تشترك معايا كمان في الغداء. اولا انا جبت ربع كيلو بيفي، ده كان عامل 50 جنيه. طبعا ده بيفي حلواني. بيفيدني في ايه بقى؟ زي ما انتوا شايفين كده، البيفي ده بيبقى للفطار، ممكن يبقى معايا للعشاء، ممكن اعمله ببيض. اخد قطعة واحدة مثلا، اقطعها مكعبات واحطها في بيض، بيضاية او بيضتين. ممكن نعمله ساندوتشات، ناخد برضو البيفي الواحدة كده، لو قطعتيها كده 3 قطع هتعملي بيها رغيف، من الرغيف البلدي كده عادي. بينفعك، يعني هو بينفعك، ممكن ينفع معاكي في الفطار وينفع معاكي في الغداء وفي العشاء كمان. جبت كمان ربع جبنه بيضه ناشفه، وانا النهارده استعملت جبنه البيضه، او في الروتين ده اللي انا كنت جايبه فيه الجبنه البيضاء، استعملته في الغداء، وهوريكم ازاي اثناء ما الفيديو شغال. كنت جايبه ربع الجبنه كان عامل 40 جنيه. جبت كمان ربع حلاوه كان عامل 35 جنيه. انا عندي اسر بيحبها، يعني كل واحد فيهم بيحب حاجة معينة. جبت كمان ربع زيتون، الربع ده كان عامل 25. عايز اقول لكم كان جميل جدا ومظبوط ملحه وملحم كده، فكان حلو بالنسبة لي. كمان جبت كيلو لبن بلدي، الكيلو كان عامل 30 جنيه. ونص كيلو بخيره كان عامل 20 جنيه. انا اصلا كان عندي نص تاني بخيره كنت فاتحاه يعني، فيعتبر كده انا احتجت في الاسبوع ده حوالي 2 كيلو لبن. بصوا بقى، في اليوم ده كمان في فطار اليوم ده كنت جايبه فلافل، كنت جايبه حوالي 4 قرص فلافل اللي هي الطعميه. هنفطر بقى بيها. بصوا يعني فطار اليوم ده كان عباره عن ايه. طلعت كام قطعه بيفي مع فلافل، مع كام قطعة زيتون وقطعة حلاوة كده برضو ايه، نتحلى بيها. تمام. ده الى جانب ان انا كنت عاملة للولاد شاي بلبن. تمام. كنت جايبة كمان كيس ملح. طبعا كان عندي الملح، علبة الملح كانت كنت غسلاها وكانت محتاجة ملح، فجبت كيس ملح، ده كان عامل طبعا ايه 2 جنيه. تمام. انا بصوا على شاشة الشاشة دلوقتي، يعني هيظهر لكم أسعار الحاجة أو ميزانية اللي هي ممكن نقول عليها الفطار والعشاء، هتظهر لكم على الشاشة. طيب في نفس اليوم بقى جوزي وهو نزل، وهو راجع جاب لي بطيخة. الولاد كانوا عايزين فاكهة وعايزين ياكلوا بطيخ، والدنيا كانت حر، فانا قلت بصراحة استغليت الفرصة، سألته قلت له ايه رأيك نتغدى بطيخ وجبنة بيضة ناشفة، احنا جايبين يعني جبنة بيضة ناشفة. قال لي حلو، حلو جدا. يبقى منها كده الولاد فطروا، سوري، اتغدوا معانا كده البطيخ والجبنة، وهيشبعوا طبعا، لان عايزه اقول لكم اكله مشبعه جدا وتطري على القلب. في نفس الوقت هم كده يبقى انا عملت لهم الفاكهه، لان انا في الاسبوع بيبقى ليهم مثلا نوعين فاكهه في الاسبوع. فانا كده يعني ايه خليتهم ياكلوا. طبعا انا مش جايبه غير نوع واحد، لان البطيخه كانت عامله 100 جنيه. دي كانت الكيلو منها ب10، كانت حوالي 10 كيلو، كانت عامله 100 جنيه. فعشان كده ايه انا قلت بقى منها نتغدى من البطيخ، ومنها يتحلوا الولاد، وممكن تنفعني تاني يوم برضو الولاد يتحلوا بيها. طيب جبت ايه تاني بقى؟ ده بصوا ده تاني يوم، يعني ده تاني يوم كده مش في نفس اليوم. طبعا انا عشان كنت عامله حسابي ان احنا هنتغدى بطيخ، فتاني يوم قلت وانا راجعه بقى من الشغل احاول كده على السوق اجيب. عايزه اقول لكم بقى على حاجه مهمه جدا، ان السوق في وقت الساعه 3 الساعه 4 ده، 4 5 كمان،
عايزه اقول لكم في الوقت ده الحاجه بتبقى رخيصه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. اسعارها حلوه جدا وبتبقى موجوده والبياعين بيبقوا عايزين يخلصوا بسرعه البيع. فعايزه اقول لكم ان الوقت ده وقت مناسب جدا للشراء، ان الاسعار بتبقى رخيصه، في نفس الوقت الجو بيكون هدى شويه من الحراره والشمس. فاللي حابب ان هو برضو ينزل في التوقيت ده، التوقيت ده فعلا حلو جدا في الاسعار، غير لما تنزلي بدري، غير ساعه الظهريه. لا لكن العصر كده او بعد العصر بيبقى بصراحه الاسعار حلوه قوي. تعالوا بقى اقول لكم انا جبت ايه بقى تاني يوم وانا راجعه من الشغل، واسعار الحاجه. طبعا انا بقى وانا بعرض معاكم الحاجه هقول لكم انا هعمل ايه الغدا في خلال الاسبوع. بصوا مبدئيا انا جبت فلفل اللي هو الطويل ده، الفلفل ده مش حراق، فيه بقى كده ايه ملطش كده احمر، فكان عاجبني بصراحه، ويعني تحس ان هو اخضر في احمر في نفس الوقت. بصوا بقى انا كنت ناويه ان انا اجيب ربع كيلو، بس لما لقيته حلو في سعره جبت نص كيلو، والنص كيلو ده كان عامل 10 جنيه. هقول لكم هينفعني في ايه دلوقتي. كمان جبت فلفل الوان ده نص كيلو برضو كان عامل 10 جنيه، يعني الربع كان ب5. جبت بقى اخضر سوري، جبت اصفر وجبت احمر. هقول لكم برضو انا ايه الاكلات اللي انا هعملها في عشان كده انا جبت الحاجات دي. جبت كمان بتنجان، هو الكيلو كان عامل 12 جنيه، فانا يعني ايه كنت عند البياع اللي جبت من عنده الفلفل الاخضر الطويل ده. ف يعني نقيت الاربع بتنجانيات دول فكانوا عاملين 9 جنيه. تمام، انا قلت له انا عايزه دول بس، يعني انا برضو ايه بحاول ان انا كنت هجيب كيلو، او كنت هجيب يعني الحاجات اللي انا جايباها دي، او الكم اللي انا جايباه ده انا هعمله لوجبه، فانا مش محتاجه اكتر من كده. فانا جبت الاربع حبات دول فكانوا عاملين 9 جنيه، يعني ممكن نقول اقل من كيلو، ممكن كيلو الا ربع، يعني يعني دول حوالي كيلو الا ربع. انا لو كنت حطيت واحده كمان كان ممكن يعمل لي كيلو، فانا مش محتاجاه، هو بس ان انا محتاجه الاربع حبات دول عشان اعمل منهم وجبه، وهقول لكم هعمل بيها وجبات ايه. طيب بصوا، انا طبعا العوامل بقى المساعده اللي ساعدتني ان انا ما اشتريش حاجات تانية من الخضار، ان انا عندي طماطم، تمام، وعندي بصل بره يعني مش متخزن، وعندي متخزن، وعندي توم بره وبرده عندي توم متخزن، وعندي بطاطس. فانا لو ما كانش عندي الحاجات دي كنت طبعا هجيبهم، تمام، يعني كنت هجيب بطاطس وطماطم وبصل وتوم، بس الحمد لله انا عندي الحاجه متوفره. بالذات البصل والثوم متوفرين عندي لان انا مخزنه في الفريزر، واصلا عندي بره، يعني انتم ممكن شايفين كده في باسكت او التربو بتاع البصل والثوم. شايفين ان انا في كام واحده كده بصله وكام واحده فلفل، قصدي توم، وفي كمان بطاطس، لكن انا عندي في الفريزر كمان، تمام، وفي طماطم انا كنت حطاها بس في التلاجة. جبت كمان ايه يا بنات، جبت حوالي نص كيلو رز. هو الكيلو ده كان عامل 27، فالنص كيلو فالست بقى بصراحة حطيت لي ب15 جنيه يعني. وجبت كمان 5 ماجي مرقة، ال5 دول كانوا عاملين 5 جنيه، وكمان جبت كيس صلصة جاهز هاينز عامل 5 جنيه. وجبت في اللحوم بقى جبت ربع كبدة، او مش ربع، هو يعني مش ما جبتش بالقربة، انا جبت بال50 جنيه، يعني انا جبت 50 جنيه كبدة وعليها تتبيلة، تمام، عشان نبقى نعمل كبدة. وجبت كمان ب50 جنيه بانيه. هو اصلا الكيلو البانيه كان عامل 198، فانا جبت ب50 جنيه يعني ربع كيلو، تمام. دي كده المشتريات اللي انا جبتها. جبت كمان بيض، هوريكم دلوقتي. جبت بيض، جبت 10 بيضات. عايزه اقول لكم البيض ال10 دول كانوا عاملين 42. جبت بيض احمر، تمام، احنا بناكل بيض بلدي، بس انا قلت يبقى فيه تغيير يعني الاسبوع ده، لان احنا البيض البلدي حماتي اللي بتجيبهولي يعني بتجيبهولي من واحده وبنشتريه منها يعني عادي، بس هي بقى ما كانتش جابت، فقلت ايه اجيب البيض الاحمر ده. خلاص جبت ال10 عاملين 42 جنيه. جبت كمان كيس فول حوالي 5 جنيه. طيب بصوا بقى الاكلات اللي انا هعملها في خلال الاسبوع اللي خلتني اشتري الحاجات دي ايه، هقول لكم يا بنات. انا هعمل في يوم يعني يعني اليوم اللي انا اتغدينا فيه البطيخ. طبعا هكلمكم على الغدا، يعني مش هكلمكم على الفطار دلوقتي، هكلمكم على الغدا. اليوم اللي اتغدينا فيه البطيخ ده يعتبر كده دي وجبة الغدا. احنا استخدمنا ربع الجبنة البيضة، تمام، واستخدمنا نص البطيخة. النص التاني من البطيخة الولاد بقى يتحلوا تاني يوم ياكلوا منها تاني، يعني يبقى دي الفاكهة بتاعتهم، تمام. ده يوم تاني هعمل ان شاء الله كبدة ونطلع عيش، يعني هعمل كبدة وبالفلفل الأخضر اللي أنا جايبة منه، اللي جبته معاكم يعني دلوقتي وريته لكم.
وبالعيش بقى طبعا، وممكن نحمر بطاطستين او حاجه. تمام، ونطلع ممكن كام واحده زيتون. طيب في يوم بقى تاني هعمل شاورمة فراخ. تمام، بالبانيه اللي انا جبته الربع كيلو ده. فهعمل شاورما، وممكن برضو اقلي بطاطستين ونطلع برضو كام زيتونية او حاجة. لو ما عنديش ممكن بقى نبقى نجيب مخلل او حاجة، يعني حاجات زي دي مش هتعملني قوي، يعني حاجات بسيطة. تمام. جبت بقى البتنجان كمان ليه؟ لان انا هعمل طبق مسقعة بس من غير لحمة مفرومة. هقلي بتنجان، وهقلي برضو فلفل من الطويل اللي انا جايباه، وهعمل صلصة. الصلصة طبعا انا عندي طماطم هضربها، وهستخدم نص كيس الهاينز. تمام، اعمل منها مرة يعني صلصة طماطم كده، واحط فيها بقى البتنجان، واعمل نص كيلو رز اللي انا جايباه ده هعمل منه الرز. ويبقى كده دي برضو وجبة تتاكل. تمام، انا عندي كده وجبة بطيخ، وجبة المسقعة، وجبة الفلفل الشاورما اسفة، ووجبة الكبدة. تمام. في يوم بقى هعمل فيه فول، هعمل فيه طبق فول، واعمل فيه بطاطس مسلوقه ومهروسه بقطعه سمنه كده او زبده. تمام. ويوم بقى تاني هعمل فيه مكرونه كده بالصلصه. طبعا انا كنت شايله نص كيل نص كيس الهاينز اللي هو الطماطم، صلصه طماطم. هضرب بقى طماطم تاني، واعمل نص الكيس التاني بقى صلصه طماطم. تمام. وهحط بقى فيها مكرونه، اسلق مكرونه، احط فيها المكرونه بالصلصه، واعمل بطاطس محمره، واعمل كمان بيض مسلوق، اسلق بقى بيض وادحرجه كده برضو في حته سمنه. يبقى كده دي وجبه. ادي كده اليوم السادس. اما اليوم بقى السابع هعمل فيه بقى بيض بالفلفل الالوان والبصل والفلفل الاخضر، ده اللي هي عملتها معاكم قبل كده في القناه. فده كده الاسبوع بتاعي عامل ازاي. طيب انا وفرت جدا جدا في الاسبوع ده، وفرت حوالي 50 جنيه. واللي ساعدني في كده ان انا ما اشتريتش طماطم، ما اشتريتش بصل ولا توم ولا بطاطس، لان انا طبعا بستعملهم الاسبوع ده في اكل الاسبوع ده يعني. لكن انا كان متوفر عندي من الاسبوع اللي فات. ده الى جانب بقى يا بنات ان انا يعني الحاجات اللي بتتوفر معايا او المبلغ اللي بيتوفر معايا ده بقى انا بشوف يعني بعد ما يعدي الاسبوع. اهم حاجه انه يعدي الاسبوع عليا. بعد ما يعدي الاسبوع انا بشوف بقى ايه الحاجه النواقص فعلا اللي عندي، اللي بتساعدني فيما بعد الاسبوع اللي جاي ما اشتريه. زي مثلا الرز، انتوا شايفين ان انا ما عنديش رز، فانا بقى كده هشتري رز. يعني مثلا ايه، ال50 جنيه دي ممكن تجيب لي حوالي كيلو ونص رز. فيبقى انا كده جبت ايه حاجه للبيت هتساعدني الاسبوع اللي بعده انا ما اجيبش، وهكذا وهكذا. ممكن اجيب بقى بعد كده شيء، ممكن اجيب ازازه زيت، وهكذا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوني بقى في فيديو بكره.